وصفة اليوم عبارة على رايب او ياغورت بنكهة الموز، كيجي لذيذ بزاف بزاف ودغيا كيوجد، يعني كيوجد في وقت وجيز وكيجي عاقد وقابض فراسو. اذا الا عجباتكم الوصفة تابعوا معايا الفيديو. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب، ومرحبا بكم في قناتكم ويد لبنى. اذا كيف قلت لكم وصفه اليوم عباره على رايب او ياغورت بنكهه الموز، كيجي لذيذ بزاف وكيجي عاقد وسريع التحضير. اذا كنحتاجوا ليه كي تشوفوا معايا انا اطرو ديال الحليب. عندي هنا 3 المعالق كبار ديال الحليب بودره. بالنسبه للحليب بودره ممكن تستغناو عليه الا ما بغيتوش، ولكن هو تيلعب دور مهم في هذا الياغورت باش كيجي عاقد وكيجي يعني سريع التحضير دغيا تيروب. الا ما درناش الحليب غبره راه ممكن تاخذ لينا 12 ساعه او ليله كامله، ولكن فاش كنديروا حليب غبره راه تاخذ لنا 5 السوايع. غنحتاجوا هنا 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده وياغورت بنكهه الموز. اذا نبداو على بركه الله. كناخذ نصف لتر ديال الحليب كنردو كيفد هنا في كاسرول، والنصف الاخر غادي نخلطو مع باقي العناصر. بالنسبه للياغورت ممكن تختاروا النكهه اللي بغيتو، غير هو البنان تيجي لذيذ بزاف، تيفكرني في داك دانون اللي كنا كنشريو شحال هادي، كتجي فيه نسمه باينه وزوين بزاف. غنضيفو الحليب بشويه تنخلطو العناصر مزيان وتذوب، هاد باش نضيفو الكميه كلها. غنضيف كميه الحليب كلها اللي عندي نخلط مزيان. وكنضيف نصف لتر ديال الحليب اللي خليناه كيفيض، ما كنخليوش حتى كاع كيفيض، غير طلعوا الغليه كنطفيو عليه. كنضيف مع التحراك. صافي كنجيب كؤوس فين ندير هاد الياغورت هذا، وكنفرغ فيهم الخليط. اذا من بعد ما كنعمروا الكيسان ديالنا كنجيبوا هنايا بلاستيك اولا سلوفان. اذا ما كنحتاجوا لهذا الرايب لا الماء مغلى لا طنجره لا حتى شي حاجه، كنديروا غير بلاستيك وكنعاودوا نغطيوه بشي حاجه كتكون ثقيله وسخونه، ونحطوه في شي بلاصه تكون سخونه. صافي كنخليوه كيف قلت لكم 5 سوايع فقط دغيا كيوجد. اذا الا درنا حليب غبره راه كيوجد لينا غير في 5 سوايع، لكن فاش ما كنديروش حتى ياخذ لينا 12 ساعه او ليله كامله.
اذا هذا هو الياغورت ديالنا من بعد ما وجد. لاحظوا كيجي قابض في راسو وعاقد بزاف. هنا راه مازال ما درتوش في الثلاجه، فاش كنديرو في الثلاجه راه تيعاود يقبض في راسو مزيان. انا نوريكم كيفاش كيجي القوام ديالو. اذا لاحظتوا كيفاش كيجي عاقد ومتماسك، والاهم انه كيجي لذيذ بزاف بزاف يا البنات. كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه هذه وبهذه النكهه اللي درت فيه، راه كيجي لذيذ بزاف، متاكده غادي يعجبكم. نتمنى تجربوا هذا الياغورت هذا، راه كيجي لذيذ بزاف ومنعش في هذه الحراره هذه. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، واللي مازال ما اشترك كنتمنى يشترك ويضغط على الزر الاحمر صابوني ويفعل الجرس باش يتصل بجديد الوصفات. وفي امان الله.